chef de l'action culturelle de l'Institut français d'Agadir. Aujourd'hui, on organise un événement autour du Nouvel An à Mazir. Donc depuis hier, on fait plusieurs activités. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une artiste autodidacte, Rias Mili, qui expose chez nous. Et on a aussi l'occasion de découvrir une coopérative de Tiout qui nous a permis de déguster des plats à Mazir à cette occasion. Et nous avons eu également une performance de danse de l'héritage à Mazir avec l'association Drame Média. Donc voilà, pour vous dire que l'Institut français profite vraiment de cette occasion pour pouvoir recevoir le public, présenter les jeunes talents émergents et aussi les talents qu'on ne connaît pas d'habitude. Et comment vous appréciez l'exposition de Madame Ourkia? Elle est magnifique, on a de très bons retours. Il y a un grand public qui vient la chercher, qui vient demander auprès de l'artiste. Donc on est vraiment très heureux de l'accueillir. C'est la première fois qu'elle expose chez nous à Alifa. Et merci. Alors, bonsoir madame. Alors, comment vous appréciez cette cérémonie culture de terrain en termes à Mazir avec l'exposition? Alors, l'événement, les événements ici dans ce lieu au sujet du Nouvel An à Mazir sont les bienvenus et franchement extraordinairement bien organisés. C'est que du bonheur. Et l'exposition des tableaux est bienvenue et vraiment ce sont de belles œuvres. Donc on ne peut que féliciter l'artiste qui a fait ces tableaux. السلام عليكم. معكم الفنانة التشكيلية يسرى بخيل. جيت اليوم كنأزر الأستاذة والصديقة ديالي رقية لتواجد الرواق للمركز الفرنسي اللي كان بمناسبة العرض ديال اللوحات ديالها بالطابع الأمازيغي، وجد سعيدة بالتواجد ديالي وفخورة بالأعمال ديال الأستاذة اللي هما متميزين والألوان اللي هما عطاو واحد البهجة للفضاء. وكان معرض مأثر بجميع الثقافة الأمازيغية من اللباس التقليدي والأكل التراثي والمهم المنتجات. تواجدت مع الأطر هنايا الفنانين وسعيدة بالتوفيق من الفنانة ديالنا. المسيرة موفقة إن شاء الله. إبراهيم الرامي مدير مركز التنسيق الثقافية. كنتواجد هذا المعهد الفرنسي بمدينة أكادير في إطار البرنامج الثقافي للمركز الفرنسي هنا بمدينة أكادير. برنامج اليوم معرض فني حول التراث الأمازيغي وكذلك الاحتفاء بعيد البداية أوراق السنة الأمازيغية. الحمد لله هذا النشاط شاركت التعاونية ديال تيتماتين من واحد تيوت بإقليم كردان مجموعة من الأطباق التقليدية، وهي واحد المناسبة للتعريف بالتراث وبالأطباق التقليدية اللي كتميز بها واحد تيوت وكذلك الواحات بصفة عامة. والحمد لله حنا فرحانين لأن اللقاء داز بأجواء هي جميلة جدا. كاين واحد التمازج واحد التلاحق ثقافي. تلاقينا مع مجموعة من الأصدقاء كانوا كذلك فرنسيين، وكنتمناو مثل هذه الأنشطة يعني تكون دائما مستمرة في إطار تعريف الثقافة المغربية. عماد قحمو، فاعل جمعوي وثقافي بمدينة أكادير. اليوم نحن بالمعهد الفرنسي بأكادير في معرض للفنون التشكيلية خاص بالفنانة رقية السميلي. طبعا هذه الشراكة بين الفنانة وبين المعهد الفرنسي في إطار الاحتفال دائما بالسنة الأمازيغية الجديدة. والفنانة رقية السميلي التي عبرت في مجموعة من لوحاتها الرائعة والمتميزة على الثقافة الأمازيغية، واشتغلت على ألوان راقية ولوحات يعني ذات انطباع قوي على الثقافة الأمازيغية وعلى التراث الأمازيغي والحلية الأمازيغية. أعطت من خلالها رسائل متميزة لكونية هذه الثقافة
وانتشارها عبر العالم عبر طبعا الفنون التشكيليه. فنتمنى لها حظا سعيدا واستمرار في الاستمراريه في عملها الجاد والمتميز الدائم والمستمر. هذه الفنانة التي بصمت في صمت مسيرة رائعة وتتطور بسرعة، شاركت في مجموعة من الملتقيات، مجموعة من المهرجانات، مجموعة من المعارض التشكيلية عبر المغرب، فبالتالي منحت صورة جديدة عبر هذا الفن للثقافة الأمازيغية. نتمنى لها التوفيق إن شاء الله، والشكر موصول لكل الإخوان والزوار لهذا المعرض، طبعا والشريك ديالنا اللي هو المعهد الفرنسي دائما في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية بمدينة أكادير. هندسة اللوحة مع ما يسمى مراتي كنا سكنابيل لا ستركتير هي لا ستركتير تاع اللي كتشوف اللوحة عن بعد وي كيبان لك التناسق ديال الالوان. صافي السلام عليكم. نحن اليوم هنا نحتفي بمناسبة مغربية، مناسبة كبيرة ألا وهي مناسبة رأس السنة الأمازيغية اللي كيحتفلوا بها المغاربة قاطبة. والمناسبة أيضا هي افتتاح معرض الفنون التشكيلية ديال الفنانة الكبيرة رقية اسماعيلي اللي معروفة هنا في الساحة الفنية المحلية وكذلك على الصعيد الوطني. المعرض أيضا يحتفي بلوحاته الجميلة وبألوانه التي تبرز من خلالها ألوان الحياة. نشوفوا أنه الألوان كلها مختلفة تكليا على التقاليد والتراث ديال المنطقة الجنوبية وعلى الحضارة الأمازيغية بصفة خاصة. سعداء أيضا بأن يحتضن لنا اليوم هنا المركز الثقافي الفرنسي ويفتح الأبواب ديالو لهذه التظاهرة ويحتفي أيضا بالسنة الأمازيغية. كنشكر بزاف الصحفي المتميز بدي سعيد هي، والى فرصة أخرى محمد ديزا من مدينة أكادير.